علو خبري عاقرين ما نفكري حيس كريمري نسخ خبري علو خبري علو خبري بلوات وقلبت بتبقى بفتك نفسي تحلفون متى سيرت نشوف أبي حاقري بهادي وطارد أخي بلد بلد عاقرين ما نفكري حيس كريمري نسخ خبري علو خبري علو خبري سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو متشم قرحتاني ملو عالم سحيب الزولا بزوان زي كاب زحلفة حدث معالتها جمير مالتيو أخيبا وي وعلانا G20 بهالهجرات بقطبا زحية لهجرات درجة نقطبا عالمنا نبوليتيكان نكال عقدس زعباتاتنا عالمنا مليخم زحزو عبيت هجراتن اتن ناتك أزمة أزلو هجراتن زساتفيو قال لك كابتن هاجرات أبز ساتفا تريوان اللغة أرجنتينا أستراليا برازيل كاب كل كونتيننت زلوات حيالا زبهلا كندا تري لهم نقول لكم بس حنا نخلينا جن تشاينا صريح لنا رينا تشاينا تساتف يلا نبزو كنا تاتزي فرانس اوف كورس أكل نايت G20 جيرماني مرحنا تيساتف هلو كمون إندونيسيا مرحنا تيساتف هلوون طليان جورجيا ميلوني ابتو على ترايالا كنرينا تنهلنا ناي جابان مراحون ريالنا كمون ناي ساوث كوريا بإيكونومي زحيلا ببوليتيكا زحيلا ناي سعودي عربيا نقول وني ساتفالو مثلني كاب افريكا هاب قدم ساوث افريكا نيرا بريزنت ناتاي ساتفالو ناي تركي بريزنت ون كيدلو ناي يوكي سونا كون كيدو كمزولو ينجر نا أمريكا بايدن ونابت بوتا تساتي فهم زولو نريلنا أبز حجري نا أوروبا حبرت نايتي أبايتو حلافي كمون بريزيدنت نايتي أوروبا حبرت أكلنا تيو سلزي زي مسلتي وعلى مالتيو تن تساتي فهم زولو قال هاجرات وكلتم سيدا مالو حجي اتقند اقدا سكن ريو دلي زلو خابزا خيبازي مجمريا كسابلومي اب منتاي تسمامي عمالو كنرينا which is very very important انتاي تسمع كساب حجي تبصحي زلو كنرينا دحريو افريكا حدا قدا سمع بالا قاطي ملو نعو كنرينا بمقصال ناي تشاينا ناي راشان زي مستاف انتاي ازارب نير وي كساب كندي اقدا سنت نيرو ناي زي مستاف كنرينا نزغصل كمي كوني زكنتات زي نا افريكا بفلاي بصفحي كنريا كنفت الناس كبزيان جمر. So the hype was real, and so was the fear of deadlock. We have been asking this question for a while now, probably the most important yet boring question about the G20. Will there be a joint statement? Well, we have the answer now. There is a joint statement. The New Delhi Declaration has been adopted. Each and every G20 member has agreed to this. I'm sure Indian diplomats are breathing a sigh of relief. You see, most of the G20 meetings this year... حركة ابتي اب كم عبيتي وعلاتات بفلاينا G20 كجبر كله اتن هاجرات داردا كل معرض انتصل زلون بيتوس بها سلازي اللي كونسنسس ويكا كلها تنكس سما معك خلالون سلازي ابزخ حجي سما معاد غونا ابزبل بفلاي دما كساب مودتا ون كسما معي كيلان ينزب بها ارساس سلازي نبرا تسماميهم حدا اواج ويكا ديكلاريشن او تيوم هالون تايسو دما كن ريينا سلازي نغتل did not have a joint statement. Not the foreign ministers, not the finance ministers, not the trade ministers. But when it mattered, India got the job done. How it happened is also interesting. The G20 Sherpas or envoys had been working for days. They were stuck on one subject, Ukraine. The Western countries wanted tough language against Russia. Moscow and Beijing disagreed, hence the deadlock. Now, for a while, it looked like no... So حركة ابتي نبزح عودن يوم زراربو نقط أباز تنكفالو نفاينانس تنكفالو نكلايمز تنكفالو اتقندقن بزعبا قداينا يوكرين معرباويان هاجرات ترير قوانقوان ترير مرقصن كهلو اب G20
مع هذا عامة بإندونيسيا أبالي أبتخيدلو زنبرة ترير قوانقو حتى تكيمام نيرم أبزوان نزيقن دحر هذا عامة التكونتات كما يكخوني زبلا زارا بنيرو دحرنا ينوح ديدلوك ويوم كمزيك سمامعو يكونون يوم أبز بحالو لزنبرقن أب حدث مما بتعم له أم من تايم تسمامعهم زلون رأيه Please like قبر نزي channel support قبر نغتل Joint statement would emerge. And it could have been embarrassing. Because every G20 summit has had a joint statement. Imagine if India ended that streak. So the pressure was real. Around noon today, some positive reports emerged. There was talk of a breakthrough. And then before the second G20 session came a surprise announcement. Take a look. अभी एक खुशखबरी मिली है हमारी टीम्स के हार्डवर्क से سو كم زبالكم كم زبالتو كم زبالتن هي تي سممع بحد سممع كبت حي كلون يوم زبل قمقام ونيري مخيات تفللي عبي سلازنا برا بفلا بتنا يوكرين زملكات تيا توم عربايان هجرا ترير قوان ترير مرقتن كتصبعوا خلو هندين تشاينانجن ترير قوان خط قومي كالون نايزن كلتين هجرات أزارة بقداي وني كوين زولنا هندنا تشاينان سنهلنا ونكن رينا سلازي أموداتا هند بتاوي أبحد بريكس ترويكا كابتس بيت وزاي زخوني أب حبراو سممع كبت سخيلهم تايا سممعيهم let's listen और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं سو تي صنهينا هنرينا بزح بزح بتازلوي توعل تسمامعهم تقبلوا مزلو حبروا مرقصون زي ستيتمنت كومن ستيتمنت وكا ديكلاريشن نايتي تسمامعهم لزلو يوز قبر صنهي جن اسمع Nobody was expecting the joint statement today. Tomorrow maybe, but definitely not today. But as far as surprises go, it was a pleasant one. So what exactly does this declaration say? It is 34 pages long. It covers dozens of issues like the war in Ukraine, sustainable development goals, climate financing, cryptocurrency, tackling terrorism, a whole host of issues. On Ukraine, the text is quite interesting. Here is what it says. Concerning the war in Ukraine, while recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions. All states must act in a manner consistent with the purposes and principles of the UN Charter in its entirety. All states must refrain from the threat or use of force to seek territory. سو انت يبلو له ابتز حلفه ناي قد معامد زنبرا بالي استقايد جي 20 اخيبا ني راشا بسم بمتقاس زخونن وكان تنبري ابزي وانزي نراشا شمكاي تقسو انتي زبليو كله بتنا يو ان تشارتر كلن هاجرات بوكو جزعه كومون كلاتن ابناي كالوت هاجرات تريتوريال اكوزيشن ويكا بحيلي ابناي كالوت انتجريتي كومون سوفرينيتي الاولونتن حقنا يتن حنت هاجر وي بوليتيكا ببوليتيكا ناتا زخونت هاجر كتوررن بحيل كتقبطن كم زي بالله يزارب له زدما نخلن هاجرات كملكز زقبويو برقص اذا كنتات زي بمعربايان هاجرات ابز تعمن كم زتحس ولا حنت مجلس اي ركبوني نسم ديمقراسي نقلني لك لولاونت هاجرات بتدققام يتحاسيو بزخونه جن اذا مرقص نخلن هاجراتون وحسنات كبز غلي وانت تكبر نيرو نغتصب territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. It's a bit different from the Bali statement. That one mentioned Russian aggression. It also mentioned the United Nations resolution which asked Russia to withdraw from Ukraine. The Delhi Declaration does not. Instead, it adds a statement which Prime Minister Modi said to Putin. Today's era must not be of war. At first reading, the difference is clear. The Bali statement is much sharper on Ukraine. India's foreign minister was asked about this difference. Listen to his response. I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. In fact, if you see in the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue. And many of them highlight problems which are of great contemporary significance. Bali was Bali. سو كم دراهم تكونتات كابالي كساب حجي كاب عمي كساب حجي تي جيوبوليتيكا مقصقاسنا عالمنا سلز تغير كم تني عمك خونا كلنيو تكونتات وين توقنا يوكرين وين نابي قصو مخانو بزح نقرنا بره سلز مزوز نبره قد معامد البروباغندا نمرباو ميديا نمبزحتن هاجرات نراشا كم زخونا ناقير ونيرو دحر عامد قن هاجرات مبزحتن داق مقمتك قبرا جميرا مخنياتو تأكايدا كريوو سلز جمرو تمعرباو عالمن ايروبان امريكا نربحوم امبر نتيجة على عالم كم زي قدوس سلسفلتي معربين عالم والناس قدايز سلس تردوه بكم زي عينت معلبي كواتس حكيلة مالو. Delhi is Delhi.
India's G20 Sherpa has highlighted 5 major points from the declaration: strong and sustainable growth, accelerating progress on sustainable development goals, green development, multilateral institutions for the 21st century, and reviving global cooperation. Now, these are mostly socio-economic issues. Of course, there's politics too, like countering terrorism. The Delhi Declaration commits to supporting the FATF, that's the Financial Action Task Force. It's the same watchdog that put Pakistan on its grey list. Another issue is cryptocurrency. The G20 leaders have called for regulating, supervising, and overseeing the crypto market. The finance minister will take this issue forward. And finally, we have climate change. The Delhi So كم تريوا هذا اللهم عبيت نبتات بزح نبتات يوم تسمع عم زلوا أبناء تيروريزم يكون أبناء كتبة أبناء لمعات أبناء كليما أب كل استنكفك هون كل even أب كريبتو كرنسي حدا كابتي أب زحلفة عمت بزح تزري بلو regulation كما تقالوا قلت تبعيلو حجرات ما ببوا جنز زقايا يالو زلوا أبزلنا لجزء نقوله كما أخذ زغل مع كلاي زخون الريجوليشن كجبر نا فاينانس منستراتهم عم حلالي فما له إذا ما مستي نبلو زلنا أنا كريبتو كرنسي بالتعمي دليكيت توبيك يو بتحادة من قصة عذر ربح نموقع صار خدت كمالو زغل كريبتو كما عبل كم زغل بتدما تي decentralized institutions ويكا من قصة زي كواسر كريبتو كرنسي كم بعد بيتكوين دما من قصة إدوكيتو جنرال حقت راي كوت خمزلو زي وعد ما بزوي سلازي كن رينا تبروجرس كم زي عينة هارمونايزد أخي سمع عجن أقداس النت كلوي غليو نيشتي كن سمع عمو نبقى دا أفريقيا أنا عمل لسينا. Declaration acknowledges the impact of climate change, especially on least developed countries and islands. It urges all countries to follow the Paris Agreement. And what does it say? That global warming should be limited to 1.5 degrees Celsius. It looks impossible right now, 1.5 degrees. Many experts say 2 degrees would be a blessing. So the G20 leaders have agreed to take stock. The declaration urges all countries to revisit and strengthen their emission targets. But is the Delhi Declaration better than others on climate action? Well, India's G20 Sherpa says yes, it is. He's highlighted 3 reasons why. Listen to this. First time, G20 has talked about tripling of renewable energy capacity by 2030 globally. Secondly, this is the first. So again, the topic is the climate change. Darga the abi agenda بدرجة عالمية خوين زلوا حركة قد أصير مازين G20 نابنت إتنون كله وتخجبراز جبان هجرات ينير أنت تسمعين مالتي مخنياتو تسترف عالم قداين عايزين هجرات زجبروز الواي بفلا يتن G7 زبالة highly industrialized هجرات زبالة نساتن أنت زجبران يرن لوتن خالوت هجرات كمان موكلن جن نساتن لو تخجبراز اللي زي دليا نخالوت هجرات جن أبو كساتفان كزاربان ويزخون نجر خجبرا جارا يبلو مالتيو so إزيد أنا هنا كملوا سينا نوح topics لزخنة إسكان أبغداي أفريقيا كملس كمفتن what's happening about Africa let's listen na Africa gudai. First of all, many congratulations. The African Union is now successfully a member of the G20. We would be hearing very soon the new name, which could be G21 or G20 plus. But first of all, how significant this achievement is for the African Union? Thank you, Deepika. You can see the wonderful smile on my face. It is a historic day. Dhanavad, India. Thank you so much to India. So Africa دحر نوح وان بوسن ترايز خونه بوتا كي توهبا أفريقيا كم كونتيننتنا نزارب زلنا كم كفل عالم أوروبا وحبرت كم 4-5 أبالات هجراتو أبز G20 كلوا تي أوروبا وحبرت دمانا نفسه منبرنا يرو أفريقيا جن حن ساوث أفريقيا ترى كالنا تنيرا منبرنا حبرت أفريقيا جناي نبرون سلزي إذا أزيو زجرم كنتات كوينس أنه هنيرو حج دما أبزناي هند استجابري بزي كالعالم كي تتعسك حلف زي جبوين برايم مينستر ناي هندي كمون منجست هندي بزجبورة أبي تبغسون تعرن أفريقيا وحبرت منبر أبتناي ناي يونايتد أبزناي G20 رخيب لكم لا ساين أبزياون. As the G20 summit in Delhi have reached consensus on a declaration despite stark differences over how to reference the war in Ukraine. No, how the G20 was. No. Let's continue. That's أنا لك رأيكم. نبزيان قتلهم كن ملا ساينا كالو ونيرو تكونتات بلايف فيديو غريكم تليس أنا يغني تشوكي. Your colleague just said. انتايك بلوكم دليل لغة أفريقيا كساب حجي بوتا كبواي كالونا لو 5-4 هاجرات نزح قف حبرة أفريقيا بوتاي نبرونا G20 مغنياتو نعوز خوم بقعتن سلوان يبلومني لهم سلزامنو مالتيو دحري ناي بريكس وعلا بزحات هاجرات أفريقيا نا بريكس كأتواصل الجمرة كمول حبرة أفريقيا سنترال بوتا أبت بريكس الاستوابو كابوس لدسنبدو يوم من حبرة أفريقيا أبها للنت أب G20 كبو خيلهم مغنياتو أبت حلفة 10 عامت كبو يقولوا نيرم 3 عامت كبو يقولوا نيرم أي هبوون سلزي كبو سلزي دليز نبرو الزدما يتن حيالا شعات هاجرات سلزي دليوز نبرايو هجون بنا هندي عبس راح انت بقصون
እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ ፀቕጢ ዝገበረት ቸርማን ናይቲ G20 ህንዲ ስለ ዝነበረት ህንዲ ድማ ኣፍሪካዊ ሕብረት ንኽኣቱ ብዙሕ ፅዒራን ጎስጒሳን ነቲ ጉዳይ ድማ ከም ኣጀንዳ ከም ዝኾን ብምግባር ኣካል ናይቲ G20 ንክኸውን መንበር ክህልዎ ኣኽኢላ ኣላ ወይ ስለዚ ምስጋና ይግባእ ህንዲ ኣብዚ ዝገበረቶ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ ክንርአና እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ being the voice of the global south, for promoting our voices. I have had the honor of being Africa's seat. I have taken Africa Union's seat at all of the meetings. Kali reports can I South Africa India's Prime Minister Narendra Modi invited the African Union's chairperson Azali Assoumani to occupy a seat at the table during the inaugural session. India says a hallmark of its presidency has been how inclusive the زيتي chairman Africa حبرت أفريقيا زلو chairman president ناي كوموروسيو سلازن أفريقيا officially أكلنا G20 خينو لو مالتي. G20 has become the two-day summit will feature a high-profile guest list, including the US President Joe Biden, the UK's Prime Minister Rishi Sunak, as well as others. South Africa is represented by President Cyril Ramaphosa. Meanwhile, the war in Ukraine is also likely to be part of the deliberations in India, with key role players including Russia, the United States, and the European Union in the room. I want to bring in now SABC News international editor Sophie Mokoena. Sophie, thank you very much indeed for your time. Before we get to, of course, the passing of Mangosuthu Buthelezi, let's start with the breaking news in India. What does the AU stand to benefit by being part of a member of the G20? So, حبرت أفريقيا أكلنا G20 بمخانو انتاي مقصب كل وقت ديات أقداسيت سمعوان مهارة لو كابتوب دبلوماتسك مهارة لنا. It is an important moment for the continental body because you know that much as you have individual countries from Europe, you also have the European Union that is part of the G20. And therefore, the European Union is able to negotiate for smaller countries within the group. And therefore, for Africa, it is good because now you have a continental body represented there. And the continental body can take the NEPAT document, the African Continental Free Trade Area document, and negotiate on behalf. So, انتين بلالنا أوروبا حبرت انترينا أوروبا حبرت بزحت هجرات جرمن الله تساتف فرنسا الله تساتف UK الله تساتف طليان الله تساتف زين 4 هجرات عبيتك الساتف خلوني أوروبا يورو تناي أوروبا حبرت دما EU دما تناتو وكيل دما يساتف سلازي اتهم وكلتنا أوروبا حبرت نتن أشتو هجرات ربحانا تنقدميت كم زمز كما قلت كلتين عبيت هجرات دما نربحان بعلن يزي ما قلت عب أفريقيا جن دوب أفريقيا ترى نربح هذا ياخذ دبرنا أفريقيا هيكوني سلازي حجة حبرت أفريقيا بممتو نت حبرت أفريقيا نت يونيتنا أفريقيا أفريكان يونيون كجبرز خلنا بنتي حبراوي ناينات أنقدي فري تريد اريا زبهال افريقيا تمع بلوزلا نعون ناي كلن هاجرات ربحه ابد طاوله امتيو ديسكاس كجبرن نيغوشيت كجبرن كسمامعن يخلنا افريقيا وكيلو كلن هاجرات ببنا عش كيدن كاب زغبرا حبرت افريقيا انت اكن انت زمغت زباله عدل كرخبا يخلا سلازي ازي ابز بوتا مهلاو حدا كابتي نتناش هاجرات عبا ادفانتج كبن غلي ابت طاوله كوف كبلا عدل زي بلان مالتيو تبلا لا نغزل of the entire continent, particularly the smaller countries that won't have an opportunity perhaps to be part of this powerful group. We know that Nigeria has indicated that they want to join, and other countries, I think Egypt will do the same, and they have economic muscle, they can do that. And therefore the issue of discussions around the transformation of the multilateral بقلون هاجرات كم بعد نيجيريا نابنت ابناء بريكس زخونت زي حتتت كن خداتو سدما عبي دبلوماسيا او سمع امريكان زمد الناس اللي زلوان حجاب G20 نخداتو تحت هلا G20 نبعلو فري وريد وصلوا زلوا صنعي لنا خنرينا كابي تفرد ما تزلوا بخمزي نخارد نيجيريا كمون جبسون كتحتت كم تخل مستعبيتنا حزب دما G20 تقم زلوا نكخون نتحرقينو قالوا هاجرات كنت خلالو زدما كابي زي ما صنعي لنا رينا organizations such as IMF, World Bank, and the Security Council will be entertained much better with Africa speaking in one voice, with South Africa supporting every presentation. Very good for Africa, as you say, but also this is a diplomatic coup for South Africa. You agree with that? Exactly. You know that South Africa is a founding country of the G20. It was founded in 1999, and South Africa was there as it started with finance ministers and the central bank. So, حركة قداسي دبوب أفريقيا أكلنا زي G20 أبتي مجمرة قوم كلون أكلنا تويا نيرا. سلزي هجي هذا حجاز أكل خونا زغيل أب دبلوماسي هذا هدش منبرنا أفريقيا وحبرت من South Africa بمخان كل منبر سلزلنا أفريقيا حجز خون غيلين مالتهم. Governance, but since then we've been there only
the only country from the African continent. And later, South Africa did lobby and push for the organization or the continental body to be on the table. In the same way, you have European countries and the European Union. And I think it is indeed a diplomatic coup for South Africa, but it speaks to South Africa is still wielding a powerful voice and influence on the global stage. And this is another demonstration. Now, South Africa, as they embark on lobbying for 2 permanent seats in the Security Council, the AU will be there to push the G20 member countries to support Africa's position in terms of the اوكي سلازي اذا حدا عبي نطمن قدميت كون كولو نيكست بوش دما ابتي سكيورتي كونسل زبهال 14 اكالات زلو ابي ان ابو نحج بوش كغبريوم افريكا اتليست كلته منبر كلو ابو مستبز حزبان مست كونتيننت مخانن كساب حج افريكا دارغا ابصقته وحيفا اجاناتان كل نغراتان بخالوت كوسن دحر مزنح افريكا بزوانزي ابت منبر كنمصخن كلالنا ابت طاولا كوف كنبلالنا انت زي غيركم لكن ابتيوم منبر كبونا زغولو ابت طاولا كوف كبلونا زغولو نابوخن كيدينا بمبال نزي بدنغاصنا يوروبان بحاليوتنا يوروبان امريكان زمص كم زي كون خفلت لكم ازي حدا كابتي كندا غداسنت ناتو كنملساينا ذا مجمريا ابت كونتات زي حدا اب زربنت بزنبري ناي راشان تشاينا زي مستافيو سلامنتاي كنرينا حج not coming to the G20, President Xi not coming to the G20 summit, is that actually a big deal? So President na China President Xi abzi akhi bazi abzu ala zi كساتف اي مرزنا بلاس I think كحدت معطات كتر فخلو نبعلو كم زي ساتف ما بريمير نا China كم سدده تفليت له زحجي عبا قد سنة له especially a politica of diplomacy كمون بعالم درجة خبروا زغلو even اب عالم قال اي زعبي قطبا نا عالمنا زي مستافو business يكون ابتالي ابصلوا كل وغل China جن سلامتاي خم جراس كان سمينا. And is there an investor impact? It's a very big deal to not have President Xi coming to the G20. It's not only the first time he's skipped a G20 summit, it's the first time any Chinese leader, going back to his predecessor, Hu Jintao, has skipped a G20 leader summit. Why it matters for investors. So زي حدا زي أقدر سنة بتشاينا أبدنا G20 دايم استافا مهنيات كاليت زعبيت كنت طبعا علمنا كم مخانمة أبد زي استافا بتعمل أقدر سنة زلويو لكل دما تشاينا كاب زي G20 زبحال زي مسرت حنت جزيون سجيراته زي تفلت كل جزء توب مرحناتا بريزيدنتناتا زي ساتفز نبريس لازم مجمري هالزقات بمخانو عبا قد سنة زلوي بلالو سترايقنا يكونن investors دمانتاي ترالو نسمعيو. Why it matters for markets. If the world's second largest economy is going to disengage in some way from the G20, it might not have a direct impact on this G20 in India, but remember when we need the G20, the global financial crisis, when they agreed to coordinated fiscal stimulus of $5 trillion, the outbreak of COVID and the health policies and the coordinated actions they took. So للخلو ناي China دايم ستاف كاب بفلاي أبتي business world way كاب markets كنزارب كلنا عبا قدر سنة الله سلامتاي مبال كالاي زعبي يكو طباناي علمنا كمخانمة أبزخون يقولن علم زتنكف زعباتات كتزارب كلها بزي ناي China مستافن بزي ناي China أبركتون اتدلزو لك بتصحي كلني نعبنت اب كلتشحن شمنتن تناي فاينانشال كرايسيس مسقاطمه بملهم تم مرحت ابتوان تعاقبهم فاينانشال سبورت نت منغستي نت بانكينج سيستم نت فاينانشال سيستم بيل اوت نخغبرو مستسمام عيت ماركت كرغاغا كيلو كومون اب 2020 اب تناي كوفيد غزي حبراو سغمتي كتغبر تزي كيلكا اتلوطك مصاي كيلني كومون ابزناي كلايمت غداي ناي كلايمت نزاربل زلنا بملن هاجرات اب حدا سممع بصحن كنقصاصات زي كيلن نملو نتبلو بلانيز تنكف زعباك سرح يكلنيو سلازي ابتي كمزه عينت عبيتي ناي دبلوماسي مع كانت نعلمنا بحدا نختنبر زحجزو ابو تشاينا كتساتف زي مخاله وي بزل على دبلوماتنا تكتساتف زي مخاله ابي اقداش نزلو كونتاتيو يوم زبلو زلو نغزل نسمعيو. You need the G20 together when there's a crisis, and if we get into a situation and we don't have China's full engagement and support for that institution, we could really feel the impacts of that down the road. So Josh, you said something pretty interesting. You said he's snubbing the G20. So is this a snub of the organization, or is this in any way directed at President Biden? I don't think it's directed at President Biden directly. They will likely see إذا كنتات سناب مالت أبلاس منيت ويكاب مودا تاجزيو كساتف كم زي دلي عفليتو سلازي إذا كم زي قبروا له مغنياسي انتهي كون يخوني ناي
امريكا بريزنت كركب سلازي دليدي نمن كبل سلازلي سلامنتايو بريزنت ناي تشاينا ابلاس من كساتف زي كاله نتبل اسكن فتت زي حنت كابتي بزح حزاربيت كوينا زلا نبيا President Biden directly, they will likely see each other in a few short months at APEC. I think it has much more to do with how China views the role of the G20, how China views their role in the G20. And remember, it comes on the heels of the BRICS expansion just 2 weeks ago. And I think you have to read those two things together and say China is So እንታይ ንብል ኣለና ኣገዳሲ እዚ ጉዳይ እዚ ብፅብብ ዝበለ ከምቲ ሚድያታት ዝብልዎ ብጉዳይ ናይ ንኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክረክብ ስለ ዘይደለየ ወይ ምሶም ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ስለ ዘይደለዩ ክንብላ ይንኽእል ኢና እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ግዜ ኣዕቢና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ቅድሚ ሕደት ሰሙናት እንታይ ተኻይዱ ነይሩ ንዑ ምስኡ ሓዊስና ኢና ክንሪኦ ዘለና ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝተቃንዐ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ዓብ ቆላሕታ ናይ ዓለምን ዓብ ኣተኩሮ ናይ ዓለምን ስሒቡ ዝነበረ ኣብኡ ድማ ሰንትራል ስቴጅ መን ነይርዋ ቻይና ነይርዋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ፅልዋ ናቱ ንምዕባይ እውን 6 ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪካ ኣገደስቲ ሃገራት ከምኡውን ካብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሚድል ኢስት ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ነዳዲ ድማ ዓንዲ ሕቆ ዘለወን ብምእታው ዳርጋ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ዓብይ ትካል ክኸውን ምዃኑ ዓብይ ማሕበር ክኸውን ምዃኑ ስለ ዘፍለጡ ቻይና ናብዚ G20 ዘይምኻዳ ነቲ G20 ጥቕምናቱን ዓቕምናቱን ንኽንስ ብሪክስ ንክዓቢ ካልእ ኣልተርናቲቭ ክትመርፅ ስለ ዝደለየት እቲ ፎከስ ናብ G20 ሕጂ ዝደልዩ ዘለዉ ንሕና ስቲል ናይ ዓለምና ሞር ፓወር ዘለና ሃገራት እዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ቻይና ድማ ብምጉዳላ ከምኡውን ራሽያ ብምጉዳላ ነቲ ፓወር ናቱ ክጎድል ከም ዝኽእል እቲ ናይ ብሪክስ ድማ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለዚ ናይ ፅልዋ ውጊ እዩ ናይ ፓወር ውጊ እዩ ናይ ጂኦፖለቲክስ ምቅድዳምን ውድድርን እዩ እምበር ብትክክል በቲ ንሕና ሓደ ደቂቕና ክንሪኦ ንኽእል ወይ ከዓ ከምቲ ሓፈሻዊ ትዛረቦ ንኣሜሪካ ፀልዮም ገለ ይኮኑን ኣበይናይ ዝያዳ ከድምዑ ይኽእሉ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ looking for alternative multilateral channels. That doesn't mean they won't be involved in the G20. The premier is going, but they are trying to send a signal that they are not convinced that this is the only way to do international economic multilateralism. So it's less to do about the US and more to do about the global economic institutions more broadly. So Josh, you're bringing up the BRICS. It's interesting. So this year, the G20 is actually in a BRICS nation, India. Next year, Brazil, another BRICS nation. I want to talk about something we don't probably talk about enough on this show, currency. Looking at the dollar, up about 2% in the second half of the year. Do you expect some conversations about the dollar being the reserve currency and the BRICS nations, at least currency discussions? Yeah, I think the way to think about that issue is that it won't be discussed directly. Currency isn't on the agenda, but it's in the background of the G20. And when it comes to the use of sanctions, right? This is a frustration for the non-G7 countries, the non-Western advanced economies, thinking of how the dollar and the euro, from their view, have been weaponized over the past 18 months when we think of sanctions against Russia. So ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት ናይ እዚ ዋዕላ ናይ G20 ኣበይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኣካል ናይ ብሪክስ ዝኾነት ህንዲ ዝመፅእ ዓመት ድማ ኣብ ቸርማን ትኾነ ናቱ ብራዚልያ ንሳውን ኣካል ናይቲ ብሪክስ እያ ስለዚ እተን ብሪክስ ሃገራት ዝበሃላ ድማ ብራዚል ራሽያ ቻይና ኢንድያ ከምኡውን ሳውት ኣፍሪካ ክኾና ከለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንኢትዮጵያን ግብፅን ኣርጀንቲናን ክወስኹ ከለዉ ካብ ኔው ድማ ንኢማራትን ንስዑድያን ንኢራንን ወሲኾም ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ነይሮም ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ በቲ ናይ ዶላርን ዩሮን ዕብለላን ከምኡውን እዚ ባጤራታት እዚ ከም መቕፅዒ ወይ ከዓ ዌብ ከም ኣፅዋር ኣንፃርን ኣንፃር ረብሐአንን ኣንፃር ቆጠበአንን ከም ዝኸይድ ብፍላይ ድማ ኣብቲ እገዳ ናይ ራሽያ ዝተገበረ ሓንቲ ሃገር ምስናተን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ወይ ዝደልዮ ነገራት ተዘይተሰማሚዐን ብኸመይ ክቐፅዓን ከም ዝኽእላ ስለ ዝረኣያተን ብሪክስ ዝበሃላ ስቲል ብትክክል ካልእ ባጤራ ንክፈጥራ ገለ ዘይኮናስ ከም ምርጫ ግን እቲ ሓሳብቲ ዲስካሽንስ ከም ዘለወን ብዶላርን ብዩሮን ዕጉባት ከም ዘይኮና ዝዝከር ይብላ ኣሎ And they are thinking in the back of their minds, my foreign exchange reserves, what would happen if I got cross with the West in some way? That is a backdrop to the meetings. It is not a theme of the meetings, but you have to think about it. And the US is thinking about it. And where they come at the table is saying, yes, we do use sanctions when there's violations of international norms or an invasion of another sovereign country. But what we are bringing to the table is what they call positive economic statecraft. We want to reform the World Bank. We want to modernize and revitalize the IMF. There was a speech yesterday from Treasury about that. So the U.S. response is basically saying, we hear your concerns and we want to talk about the positive aspect of U.S. financial leadership. So ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ናይ ባጤራ ናይ ዶላር ናይ ዩሮን ዕብለላን ሃስያ ፈጢሩለን ዘሎ
عب أجندة خويني يزربل ويكا دولار كم ريزيرف كارنسي ويكا مبزحت نهجرات فورين ريزيرف ناتنا وصاي ريزيرف ويكا أقول هابتناتن بناي وصاي شرفي زخون مخنياتو زخونة كاب وصاي هجر تدليو مبزحتو تنقدي بدولار سلازكايت سلازي فورين ريزيرف كارنسيز بهالدولار كمون يوروب to some extent سلازيوم باديرات زياتهم دم عبس الواصل زلو ولا كم أجندة يزربلهم تزيل زياتهم جن عقد السنة بتاعت كم مخانو متن تناش تاجرات فلاي كم على الهندي ناش زي كانت حجنا حيا لازم تزلوا كم راح البرازيل ساوث أفريقيا إذا تيمازي عقد السنة تلو أمريكا دم أبزوان زي نتزلوا فاينانشاوي تحتغرت ويكا infrastructure ويكا architecture كم بعل بنك عالم وورلد بانك ديو ناي IMF ديو زياتهم كل وقت خمزلوهم ويكا من الراين مستخخالن كجبر خمزلوهم تي كابتن كالوت حجرات زمت زنبرك ريتا أمام زنرخي بزنبر أبزو أنا زي مربع عالم تسقفتا قولي حس لزراعي زلو عالم دما كابتن عبلالان أتومن كابتن أتوم صلوان يهدم سلزلون كمترادي كونس كالا أمارات خمزلوهم سلزراعي زلو زيوم هجرات وين لو تنخجبر دلونات كم زلوهم يحبروا له اتلوتي تنكف منكف ديك خون عبنا جر نقول لن كساتف زغل خون نجزيه خنقت فينات كوناتات بحفشاجن زو على ذي أبغى سنة بتاعت ناتزاتي يخيد كم زنبري يخيد كم زلون كنفلت يدلي so نشتي نسمع يوم كنتسلينا. All right, Josh. One other quick question. Again, the G20 is in India this year. India actually very recently became the world's third largest economy. A lot of U.S. companies moving manufacturing there. Apple's a great example of that. What are you expecting from the Indian Prime Minister Narendra Modi? We mentioned he might flex his muscles. How could he do so, and is there an investor impact to that? Well, this is a huge moment for India. They've invested so much in this G20 beyond which most countries put into their G20 summits. It's been a national event over the past year. And I think where you're going to see the most sort of international market implication, international financial, is on what they do on climate change adaptation. There's going to be major new commitments agreed to at this summit. And then So زو على ذي نهندي حدا عابي بروجكت نيرو ني هجراوي عمام جيرومين وسيدو منيرم سلامتاي هندي أبزوان زي تيكونومناتا يديب سلازلو العلو خلونتهم عبيتي انفستراتنا عالم بوتا كم زلوه ما بفلاين التكنولوجي وورلد أمريكا دما مستي أب تشاينا مس تشاينا زلوا برتع زخونه أب سيلتري وزلهم أب تتكا بريزنت ناي هندي زلو منيو ناي أبل CEO يو تيم كوك يو نرزلنا إذا خيباتات زياتهم عبيتي دبلومات ناي كالوت علامات كم ساتفون عبيت ماناجرسن عبيت بيزنس بيبلن أبزا أكلنا وتمخانو ولا أنت زي ترايو مغنياتو مع كمتم مرحتي حجرات نساتون عبد سلوان أم ماسلن سلزلوهم أبتي لو تنممتاديو شركات مفتارديو سلز هندي أبزو كنا تاتزي أبي إنفستمنت يا جرازة لازدما تسفاناتا أب تشاينا زلو أبي ناي مانيفاكتشرينج هاب قالك أبو نابهند نخمت كتجبر مغنياتو عمسب اللوا بس حساب اللوات عداقة عبيو نتشاينا نقوة دادروا ولا قابناتا لفل تزين لو بزوانزي alternative نا تشاينا كمخانم نفسهم أب عالم ستيج نخشتو كمرما بعبي انفسترس دما بخلوا كل احترقيبهم more investment friendly investment ويكان انفستر كسحب زغل عدهم زلوم نتعدو من present المقبار بزلا على نت بيهم سريحهم لا بحجي دما كرك ساب كندي وصيتالو هندغن حدا كابتا عب تسفا زلون بزح اونتا وشفنه كاب معرباو ميديا زركب زلي እዚ ግን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ቻይና ቀንዲ መወዳድርቶም ስለ ዝኾነ ንቻይና ንምትካም ቅድሚ ሕጂ ጃፓን ዓባይ መወዳድርቲ ናይ ኣሜሪካ ከላ ኣብ 80ታትን ኣብ 90ታትን ንቻይና ንጃፓን ሃይ ሕማቑ ብምዝራብ ናብ ቻይና ይኸዱ ነይሮም ኣሜሪካ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ናቶም ምስቲ ናቶም ፖለቲካን ቁጠባን ማዕረማዕረ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ኣብ ዝቐረባ ከም ፃልኩም ንኣሜሪካ ዓበይቲ ፊልድታት ክስዕሮም ጀሚራ ኣላ ስለዚ ብዛዕባ ቻይና ኔጌቲቭ ዝኾነ ካቨሬጅ ጥራይ ዘለዎም ኣብ ሚድያ ናቶም ከምቲ ዘለዎ ድማ ይንሰዶ ንህንዲ ጥራዮም ፖዚቲቭ ኢሜጅ ክቡ ዝደልዩ ዘለዉ ንቻይና ኣዳኺሞም ንህንዲ ክገብሩ ከባዕብሉ ህንዲ ክዕብዩ ስለ ዝፍትኑ ዘሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ መርሕነት ንክትቅፅል ብኸመይ መንገዲ ክኸድሎም ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ንኩሉ ብማዕረ መን የርባሓና ናራና ነቲ ዘሎ ኩነታት ብትክክለኛ ስእልን ንዓና ከም ንሽተይ ሃገርን ኣካል ናይ ኣፍሪቃ ምዃንና ንመጠን ብናይ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና በቲ ኣሜሪካ ንረብሓ ትብሎ ዘይኮነስ ንኣፍሪቃ እንታይ ከርባሓ ይኽእል ንኣፍሪቃ ድማ
ብዙሓት ሓያላትን ብዙሓት ቁጠባታትን እንተለዉ እዩ ዘርባሓ ስለምንታይ ሓንቲ ድሕሪ ኮይና ተፀልያትካ ኣይዞሌት ክገብረካ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዕድላት ዘለወን ሃገራት ግን ብዙሕ ምርጫታት ስለ ዘለወን እቲ ናተን ቁጠባን ዕጫን ድማ ዝሰፍሐ ይኸውን በዚ መንገዲ ክንሪዮ ንደሊ ኣይሆፕ እዛ ቪድዮ ከይትነውሓኩም ኣብዚ ክንውዲና ምናልባት ኣገዳስነት ዘለዎ ኣገዳሲ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ካልእ ቪድዮ ዘድልየኩም ተኮይኑ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ብሃናፁ መንገዲ ግደፉለይ ላይክን ሼር እናገበርኩም ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ዝጎደለ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ብሃናፅ መንገዲ ክትገድፍዎ እናተመነኹ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅፅቡቕ እናተመንሆ ክሰናበተኩም እየ ደሓንኩ ንብለኩም هاجري نمانو تفكري حيس كريغري نساق فخري علو خبري بلوات وقلبت